المخدرات يا اما ايه؟ السجاير. تمام مش كده؟ اول ما اقول كلمه ادمان. لكن دلوقتي الادمان دايرته اتسعت شويه. ففي حاجات كتيره في حياتنا وفي يومنا بدات ممكن لو انا ما خدتش بالي ممكن تدخل معايا في دايره اسمها دايره الايه؟ ورجلي تقع تيجي فيها والاقي نفسي مش قادر اطلع منها. زي ايه ممكن يتحول لادمان في يومنا؟ حياتنا. برافو عليك، الموبايل ده اكتر نوع من انواع الايه؟ ويمكن اكتر من المخدرات. ليه بقى؟ لانه بقى فيه كل الناس، صح ولا غلط؟ حلو، ايه كمان ممكن يتحول لادمان؟ مثلا شرب الشاي مثلا. ممكن شاي، قهوه. واحد يقول لك انا مدمن قهوه، مدمن شاي، يقول لك انا ما اقدرش اصحى من النوم فتح انام، ما اعرفش اعمل اي حاجه في يومي غير لما اشرب كوبايه الشاي او الايه؟ او القهوه. اي حاجه ما هو بالظبط السجاير زي اي نوع من الادمان برضه. مش فكره ان انا مش السوشيال ميديا زي السوشيال ميديا بقى. تيك توك. وانا طول ما انا قاعد فتحت تيك توك وعمال اقلب بهدف ومن غير هدف. اللي يجي قدامي بعمل ايه؟ اشوف. ايه كمان؟ اي حاجه ادمان بس لو استخدمتها غلط. اي حاجه ممكن تتحول لادمان لو انا استخدمتها استخدام خاطئ وما خدتش بالي. والطبيعي ان انا اللي بستخدم الحاجه، لكن في الادمان بيحصل العكس، ان بلاقي ان الحاجه هي اللي بتعمل ايه؟ بتستخدمني وبتسيطر عليا. اي حاجه ما نقدرش نعملها. برافو عليك. اي حاجه ما اقدرش ابعد عنها، لدرجه ان انا لو انا عندي ادمان للموبايل والموبايل ده فصل شحن مثلا، ايه اللي يحصل؟ ابقى عامل زي المجنون. فعايز اجيب شاحن باي طريقه لو انا بره، او لو النت خلص الفتره خلصت ابقى قاعد بقى، او لو النت فصل شويه اقعد بقى على الراوتر رايح جاي خدمه العملاء مش عارف ايه يا جماعه الحقونا عارف زي بالظبط اعراض الانسحاب بتاعت مدمن المخدرات، اللي هو فكره مش قادر يحتمل ان الحاجه دي بقت ايه؟ شغل. اعرف حد كان في مكان والفيشه محطوطه يعني فوق كده والموبايل فصل، فعمل ايه بقى؟ حطت الفيشه وواقف متعلق كده عشان يعمل ايه؟ عشان يشحن التليفون ومش قادر يستحمل ان التليفون مفصول. بسأل حد كان في مره كنا عملنا زي اختبار كده او قياس لبان الميديا، فكان من ضمن الاسئله هتعمل ايه لو نسيت موبايلك في البيت مثلا؟ يا خبر، يعني الناس قالت ايه؟ اجابات فظيعه بقى، عامل زي المجنون متوتر. قول يا حسين. قول. حلو يا حسين، اللي بتقوله ده اللي هو فكره ان اللي انا بشوفه او بسمعه بيحصل ايه؟ اللي هو بيدخل هنا بيعمل حاجه اسمها برمجه. اللي هي بتبرمج الحاجه دي. تعرفوا ان في حادثه شهيره ما اعرفش انتوا سمعتوا عنها ولا لا. شاب دخل على مجموعه ناس قاعدين يصلوا في جامع ودخل قتلهم. بس الغريبه ان اللي عمل ايه؟ ان قتلهم بنفس الطريقه بتاعت لعب الايه؟ البابجي، اللي هو فكره مصور الجريمه بتاعت الحادثه دي وهو بنفس طريقه السلاح بتاع بابجي وهو داخل كده. ده خدوا بالكم ان احنا واخدين الموضوع باستهتار، لكن اللي احنا بنشوفه بينطبع على اذهاننا. هسألكوا سؤال صغير وبعد كده نخش في الموضوع. لو انت قاعد راكب توك توك ولا ميكروباص ولا اي وسيله مواصلات، حلو؟ وانت قاعد السواق مشغل اغنيه معينه، حلو؟ الاغنيه دي شغاله طول ما انت راكب. تنزل من الميكروباص تلاقي نفسك بتعمل ايه؟ بتدندن الاغنيه اللي كنت ايه؟ تسمعها. ايه اللي حصل؟ اللي حصل هنا برافو عليك، انا حصل عندي حاجه اسمها برمجه. البرمجه دي ان انا دماغي انا وانا قاعد كده طول الوقت كده سكت الكاسيت او التسجيل، فانا بدات اللي اعمل ايه؟ اللي اقول ايا كان بقى شغال ايه؟ مهرجانات، شغال اغنيه لام كلثوم، شغال حاجه معينه، بس المهم ان انا الاقي نفسي رحت مع الحاجه. طيب واحده من ضمن الادمانات اللي منتشره في الوقت الحالي واللي ما نقدرش نغمض عينينا عنها وما نقولش
نفتكرش ان ايه دي مش تبعنا، لا، وممكن اي حد فينا رجله تيجي فيها. ادمان الاباحيه، مصطلح الاباحيه ده لو انا عايز اعرف كلمه الاباحيه، فطبعا لو الشباب مع بعض يعني مش هنقعد نتكاسل ونحط وشنا في الارض وده نتعمر واخد بالكم كلمه اباحيه يعني ايه؟ ايوه كده، بس يعني ايه اكتر اباحيه؟ بص، اي صور فيها عرض، اي صور فيها عرض يعني حد عريان، سواء حد ده واحد او واحد، تمام؟ صوره فيديو غيره دي بنسميها بين قوسين كده ايه؟ محتوى اباحي او اباحي، تمام؟ طيب هل الاباحيه احنا ممكن نعمل حركه لطيفه، اي اتنين بيتكلموا جنب بعض كل واحد منهم يدفع 5 جنيه. ايه رايكم؟ حرام. وهنلاقي الفلوس دي تتحط في الاجتماع او الملتزم والمتفاعل نوزع عليه الخمسات، اتفقنا؟ او الاثنين ياخدوا بالهم عشان هيطلعوا من جيبهم. هل الاباحيه ممكن تتحول لادمان؟ حلو جدا، برافو عليك. حلو ان انا بقول كده بالفم المليان علشان ابقى بحذر نفسي ان ما يضحكش عليا، تمام؟ عايز اقول لكم ان دلوقتي بيسموا الاباحيه الكوكايين البصري. تسمعوا عن الكوكايين؟ الكوكايين ده مخدر زي الهيروين كده، زي الشاب والهيروين، فبيسموها الكوكايين البصري. ليه بقى بيقولوا كده؟ لان هم عملوا اشعه بالكمبيوتر على مخ واحد مدمن مواد مخدره زي الهيروين والكوكايين، وواحد تاني مدمن اباحيه. لقوا ان تاثير، عايز اوريكم الصوره يعني عشان انت المفروض تبقى بتتفرج على الفيديو بروجيكتور بس ما كانش موجود. دي صوره واحد انسان مخ واحد طبيعي، تمام؟ ده واحد مخ واحد ايه؟ طبيعي. ده واحد مدمن مخ مدمن واحد مدمن هيروين. اللي جنبه ده واحد مدمن اباحيه. ايه اللي ملاحظينه في الصوره دي؟ برافو عليك، ان تاثير الاباحيه على المخ وعلى الدماغ بالظبط زيها زي تاثير المخدرات. واللي انا بقول لكم ده مش جاي اسرح بيكم، دي دراسات علميه معموله بابحاث ومعموله بدراسات حقيقيه لناس يعني حقيقي مدمنين هيروين وناس فعلا مدمنين اباحيه بشكل كبير يعني مدروسين في القصه. فلو ان تاثير الاباحيه على المخ والدماغ بالظبط زيها زي ادمان الايه؟ الهيروين، تمام؟ وتيجي صوره ثانيه لو عايز اشارككم فيها اقول لكم عليها. عملوا كمان احصائيه ان كل 6 ثواني، تخيلوا الرقم ده، كل 6 ثواني ايه اللي بيحصل؟ بينزل صوره او فيديو جديد على النت فيه اباحيه. يعني كل 6 ثواني، يعني احنا بنتكلم دلوقتي نزل اكتر من فيديو او صوره فيها اباحيه على النت. عملوا دراسه ثانيه ان نسبه الاطفال بقى اللي شافوا اباحيه او اللي تعرضوا لاباحيه حوالي 79%. يا اطفال شافوها ازاي الاطفال دي؟ هقول لك هم عاوزين يخلونا يعني المنتجين بتاع الافلام والصور ديت عايزين يكسبوا، لان دي تجاره طبعا زي تجاره المخدرات والاسلحه وغيره. فيخلي الشخص اللي هو صغير عايز يتعود على الموضوع ده ورجلي تيجي بدري. طب ازاي؟ لقوا ان هم بيدخلوا المحتوى الاباحي سواء كان صوره او فيديو في الكرتون، في الاعلانات اللي في وسط الفيديوهات، في الفيديو جيمز بتاعت الاطفال. تخيلوا في الحاجات بتاعت الاطفال، العاب او كرتون او غيره، يدخلوا محتوى اباحي في الحاجات دي، لدرجه ان 79% من الاطفال، 80% من الاطفال اتعرضوا وهم مش فاهمين ان هم يشوفوا صور او فيديوهات اباحيه. لو احنا قلنا ايه السبب اللي بيخليني ادخل في ادمان الاباحيه؟ حاجه من الاثنين دول، دافع من الاثنين. بس قبل ما اقول الفرق او الدوافع الاساسيه لان انا ادخل في ادمان الاباحيه زي اي ادمان يعني. اما ان انا عاوز اهرب من مشكله عندي او ضغطه، انا مضغوط في ضغطه، او ان انا ببحث عن لذه او حاجه تبسطني. دول المحركين لاي ادمان. اما ان انا عايز اهرب من حاجه ضغطاني، اما ان انا عايز اتبسط، تمام؟ وكمان لاحظوا ان نسبه
الاقبال على المشاهدات الاباحيه، احنا بنتكلم دلوقتي احنا في سن ثانوي، في فتره الامتحانات عملوا زي كده دراسه ان في فتره الامتحانات بتزيد جدا الاقبال على الدخول على الافلام الاباحيه وممارسه العاده السريه. تخيلوا؟ ليه بقى؟ لان في الوقت ده اسمه وقت ضغوط. ففي وقت الضغوط انا عايز اهرب لحاجه تخليني اطلع من الايه؟ من الضغط اللي انا فيها دي بتاعت الامتحانات. فهتلاقوا ان الشباب بيلجأوا بشكل كبير جدا في فتره الامتحانات ان هم يدخلوا على مواقع اباحيه او يقبلوا على فكره الموضوع. يقول لك انا حد من الشباب يجي يقعد يقول لي انا بزيد قوي في ممارسه العاده السريه في فتره الامتحانات، في حين ان انا الوقت ده ببقى عايز ابقى فيه برضه ربنا قوي وعايز ابقى بعمل اقصى حاجه عشان ربنا يقف معايا في الامتحانات. مش عارف ايه اللي بيخليني بعك الدنيا. غصب عني بروح للحته دي علشان ده وقت الرجوع، عايز اقلل من الضغط اللي عليا، اهرب من الضغط ده وادخل. في بعض الحاجات بقى يا شباب هعدي عليها بسرعه عشان ما نطولش عليكم عشان دروسكم ومذاكرتكم. بعض المفاهيم الغلط او الافكار الغلط اللي بنسميها اكاذيب اللي مرتبطه بمشاهده الافلام الاباحيه. زي ايه؟ اول حاجه يقول لك ايه الضرر؟ انا لا باذي حد ولا بضر نفسي ولا بضر حد، انا بعمل الحاجه دي بيني وبين نفسي ومحدش بيتضرر. ايه المشكله؟ ده كذبه من ضمن الاكاذيب اللي ممكن الواحد بيضحك على نفسه. نمره 2 يقول لك انا اديني اهو بتفرج ومنين ما احب اوقف هعمل ايه؟ اوقف، لكن هو بيضحك على نفسه زي بالظبط اللي بيشرب سجاير. يقول خلي بالك انا مش مدمن سجاير ولا حاجه، ده منين ما احب ابطل السيجاره دي تحت رجليا. لكن برافو، بس ساعات طب يقول له كده بطل هتلاقي نفسك زنقت. تمام؟ نمره 3 واحده دايما بتقول اكاذيب تقول لك يا عم ادينا بنتسلى بنتفرج على حاجات وبعدين ده مش حاجه حقيقيه، انا بتفرج على حاجات انا مش مثلا بمارس حاجه ولا بعمل حاجه، ده مجرد حاجه بتفرج عليها. تمام؟ هو مش عارف ان الفرجه ديت زي ما اتفقنا ان هي بتاثر على الدماغ. حد تاني يقول لك دي ثقافه بتثقف، ادينا بنتثقف يسموها ثقافه، لكن طبعا دي مش ثقافه، ده تشويه لمعنى الجنس ومعنى العلاقه والحاجات اللي ربنا خلقها جوانا من الحاجات اللي الشيطان بيغذينا بيها. واحد تاني يقول لك ايه؟ ان احنا بنعمل ده يعني زينا زي الشباب اللي حوالينا، يعني ما احناش من طينه ثانيه، كل شاب في المرحله ديت بيتفرجوا، اشمعنى انا مش هتفرج؟ واخدين بالكم؟ كل دي اكاذيب او حاجات بنحاول نضحك بيها على نفسنا. تمام؟ بالنسبه للناس اللي لا بص انا برافو عليك، انا عايز احييك رقم واحد ان انت بتشارك، بس نمره 2 عاوزين نشجع بعض بفكره المشاركه، يعني فكره ان حد يجي يتكلم فاحنا نروح ايه نضحك لا خلونا نبقى قول برافو. بالنسبه للناس اللي متجوز ايوه متجوزين برضه دي ادمان برضه. بص بقى يا استاذ انت سالت سؤال حلو قوي. واحد يقول لك ايه؟ انا بعمل ده مجرد ثقافه عشان لما اتجوز. واخدين بالكم؟ ايه اللي بيحصل بقى؟ لاحظوا ان معظم الشباب اللي كانوا عندهم تعود على ان انا ببسط نفسي او ان انا بستمتع بمشاهده الافلام الاباحيه ديت في الجواز بعد ما يتجوز بيبقى بيشاهد افلام اباحيه برضه وبيبقى مستمر في ممارسه العاده الايه؟ الشبابيه رغم ان هو متجوز. واخدين بالكم ليه بقى؟ برافو عليك. انا عارف بالظبط اقول لكم على ايه؟ واحد اتعود ياكل على عربيه الفول مثلا، يعني طول الوقت وهو بره، طول الوقت في الدروس بين الدروس ياكل. يجي يقعد في البيت يلاقي نفسه مش مبسوط. انا عايز زي كان جايبين فيلم فيديو بتاع ده حاجه فيديو كوميدي كده، يقول لك كوبايه الشاي اللي في البيت دي مالهاش طعم، فين الكوبايه بتاع القهوه كده اللي هي مش مغسوله حلو وجايبها واحد على بتاع ده صينيه كده، رغم ان حاجه ممكن تكون البيت ممكن يكون بيقدم لك حاجات انضف واحسن، لكن انت عودت نفسك على ان انت تتبسط بالشكل ده. واخد بالكم؟
وصل الاجابه ولا انت سالت السؤال وخلعت؟ ايوه. طيب لو في 4 حالات او 4 يعني ظروف انا ممكن فيها امارس او اتفرج على الاباحيه بشكل كبير. احفظوها معايا دي بالانجليزي. HALT. H اختصار هالت. لو انا عملنا كده هالت. H اختصار هانجري. تمام؟ A اختصار انجري. يعني ايه؟ غضبان. L اختصار لونلي. يعني ايه؟ لونلي يعني ايه؟ وحيد. احنا قلنا بعد كده تي اختصار تايرد. يعني ايه؟ مرهق او تعبان. ال4 حالات دول هالت دول. ال4 حالات دول هم اكتر 4 اوقات ممكن الواحد فينا تلاقيه دماغه شاورت له على طول اجري افتح الموبايل اتفرج على حاجات الأحيان. اما ان انا في وقت فيه ببقى جعان، اما في وقت فيه ان انا ابقى غضبان حاجه عامله لي غضب زياده، او ان انا وحيد قاعد حاسس بالوحده او قاعد لوحدي، او ان انا تعبان يعني تعبان او جسديا ومضغوط ومرهق يعني. تمام؟ ال4 حالات دول لو انت واقع في ادمان الاباحيه اول ما تحس بواحده من ال4 دول بتنقح عليك، حاول ان انت تتعامل مع الشعور ده من غير ما تغلط للايه؟ الاباحيه زي ما هنجيلها بعد كمان شويه. مش هقدر احس بال4 مره واحده، يعني في شعور هو اللي بيبقى طاغي على القصه دي. انت حاسس بالجوع هو اللي جامد، او التعب او الارهاق او الوحده او الغضب. تمام؟ في يا شباب في 7 مستويات عادي دلوقتي ابتدائي بيتفرجوا على الاباحيه في 7 مستويات يا رجاله، 7 مستويات لادمان الاباحيه. 7 مستويات. بيبداوا منين ال7 مستويات دول؟ كل واحد يعرف انا فين، يعني او ممكن انا ما اكونش مدمن خالص، بس ممكن انا اكون واحد من ضمن ال7. وانت قاعد محدش عارف انت بتعمل ايه، بس انا ممكن اقول انا في المستوى ده بيني وبين نفسي. تمام؟ اول حاجه ان انا بتفرج مرتين في السنه فقط. يعني وخدوا بالكم انا بقول التعرض او الفرجه اللي هي انا داخل ببحث قاصد اتفرج، مش اللي هو فكره جات لي صوره غصب عني مثلا او حاجه، لا. لان دلوقتي انت ممكن تكون قاعد تسمع وعظه او تسمع ترنيمه وهوب تلاقي فيديو ظهر لا على البال ولا على الخاطر، صح ولا غلط؟ ما تبقاش مش قاصد ده، لكن انا اقصد ان انت المرتين دول في السنه انت داخل وقاصد ان انت ايه؟ تتفرج. تمام؟ المستوى الثاني 6 مرات في السنه، يعني مره كل شهرين. تمام؟ المستوى الثالث مره كل شهر. المستوى الرابع مره كل اسبوع. تمام؟ المستوى الخامس مرتين كل ايه؟ اسبوع. المستوى السادس مره كل يوم. المستوى السابع بقى اللي انا كل يوم وطول اليوم، يعني البريكات هي اللي انا باخد بريكات. ده الماكس ده. مفيش ليفل اكتر من 7. وليفل 7 و6 6 و7 الليفل بتاع 6 و7 دول يعني مشتركين معاهم ممارسات زي العادة الشبابية كده او العادة السرية، يعني مشاهدة وممارسة. وكمان حاجة تانية بيحصل حاجة اسمها التخيل. يعني أنا دلوقتي اتفرجت على فيديو أو صورة، تمام؟ يحصل إيه؟ ممكن بعد شوية أو أنا قاعد في مثلا رايح الدرس أو قاعد في الدرس أو قاعد في الكنيسة أو في الاجتماع أو غيره، ألاقي في دماغي عمل زي شريط السينما كده، كأن اللي شفته بيعمل إيه؟ بيحصل تاني قدام عينيا، بيترجم. تمام؟ او بشوفه زي كاني بشوفه بالظبط في الموبايل. ده اسمه الخيال او التخيل. هو ان انا ممكن اكون بعد ما اتفرج استحضر الخيالات ديت، وعلى اساس الخيالات ديت ممكن اعمل ايه؟ ممارسه زي ممارسه العاده الشبابيه او العاده السريه. لان واحد يقول لك ايه؟ انا مش بتفرج،
ولما بتفرج ما بعملش ما بمارسش العاده الشبابيه ولا حاجه، الحمد لله. طب تساله تقول له طب انت بتستحضر الخيالات دي في ذهنك؟ يقول لك ايوه. طيب ما انت كده انت بتعمل ايه؟ دخلت في مستوى ان انت زي ما انا قلت لكم نزلت من الميكروباص والاغنيه ايه؟ شغاله في دماغك، نفس النظام. طفيت الموبايل او اللابتوب او غيره واللي شفته شغال بيتعرض قدامك مره ثانيه. تمام؟ للاسف ادمان الاباحيه بيبقى فيه كذا حاجه من ضمن سمات الادمان. اول حاجه اسمها فقدان السيطره، ما بقتش قادر. يعني ايه؟ بقيت ان انا دلوقتي الموبايل ده ما دام مسكته كده وانا قاعد في الاوضه لوحديا يبقى لازم وحتما ان انا مش هتعدي على خير النهارده غير لما هتفرج. تمام؟ نمره 2 حاجه اسمها الاستمرار رغم الاضرار. يعني انا دلوقتي من ساعه ما رجلي جت في موضوع الفرجه على الافلام ديت وانا بسهر طول الليل، او باجي قاعد حاطط المذكره قدامي ودماغي سرحانه في اللي بتفرج عليه او اللي اتفرجت عليه، او ما بقتش قادر اصحى بدري زي ما كنت بروح، او باجي القداس، او انا في الدرس مش مركز. واخدين بالكم؟ خد بالك ان انت بتبقى عارف ان كل الاضرار اللي انت فيها ديت بسبب الايه؟ الفرجه على الحاجات ديت، ومع ذلك في ايه؟ استمرار. بنسميها استمرار رغم الاضرار، استمرار رغم الايه؟ الاضرار. نمره 3 حاجه اسمها اتفضل. هي حرام ايه هي؟ هقول لك دلوقتي، بس ممكن تاجل السؤال ده 3-4 دقايق وتفكرني بيه تاني؟ ممكن تاجل السؤال ده 3-4 دقايق وتفكرني بيه تاني؟ بس وعد لازم تفكرني بيه عشان عايز اجاوب على السؤال ده. لا احنا هنتكلم دلوقتي في قصه حرام وحلال. تمام؟ الانشغال الدايم ان انا طول الوقت دماغي مشغوله. يعني ايه دماغي مشغوله؟ عاوز الاقي اي وقت او ظروف متاحه ان انا اقعد اتفرج. امتى البيت يفضى؟ امتى ان انا اقدر اقعد في الاوضه لوحديا؟ امتى ان الموبايل الباقه بتاعته تتجدد عشان اعرف اتفرج؟ امتى اخلص مذاكره عشان اجري؟ فطول الوقت مشغول. الانشغال الدائم بالموضوع. حاجه ثانيه حاجه اسمها الرغبه الملحه. يعني ايه الرغبه الملحه؟ حاجه جوايا بتزقني وكأن حاجه بتشدني بتسوقني كده لفكره ان انا ادخل واتفرج. انا بقى قاعد مثلا حاضر القداس ومتناول النهارده واليوم ماشي حلو خالص وزي الفل، والاقي فكره كده جت في بالي، او قريت بوست كده على الفيسبوك شاهد مش عارف الممثله الفلانيه عملت ايه مش عارف ايه وده، واروح داخل انا بقى ايه؟ اجري اروح مع اللينكات ولينك يدخلني على لينك ومش عارف ايه، والاقي نفسي الرغبه الملحه اللي جوايا عملت ايه؟ ورطتني وجابت رجليا في ايه؟ في حته تاني. من ضمن الحاجات اللي بتبقى مصاحبه لفكره الادمان الاباحيه شباب حاجه اسمها التحمل او التوليرانس. يعني ايه التحمل؟ لو انت جيت سالت واحد بيشرب سجاير مدخن، يعني انت بدات تشرب سجاير ازاي؟ يقول لك انا خلي بالك انا بدات بسجاره ويمكن مش سيجاره كامله، انا خدت نفسين كده لمستهم مع واحد صاحبي وانا في اعدادي. طب بعد كده يقول لك بدات بسجارتين 3. طب ودلوقتي؟ يقول لك انا بشرب من علبه لعلبه ونص واحيانا بقفل الايه؟ ايه اللي خلاه اتدرج من سيجاره لعلبتين سجاير؟ مش بس التعود اللي انا قلتها دلوقتي، حاجه اسمها التحمل. يعني ايه التحمل؟ ما هي دي واحده من ضمن سمات الادمان. التحمل اللي هو فكره ان انا بقت الكميه اللي انا كانت بتبسطني او بتعمل لي دماغ يعني في الوقت ده ما بقتش كافيه، ده محتاج ان انا اعمل ايه؟ ازود. انا في الاول كنت ممكن اتفرج على صوره، واحد صاحبي يبعت لي صوره على الموبايل اشوفها وخلاص على كده. الصوره ما بقتش تعمل ايه؟ ما بقتش كافيه. فالصوره تجيب ايه؟ مقطع، والمقطع يجيب ايه؟ فيديو جديد، والفيديو يخليني ادخل اسمع مواقع وافلام ومن فيلم لفيلم. ومش بس كده، ده بدخل مش بس بدات افلام، ده حد من ضمن الناس الشباب اللي دخل واتزحلق قوي في قصه الاباحيه، ولكن مش بس مكتفي بفكره ان انا اتفرج، ده انا بقيت بعمل ادخل على مواقع او سايتات يكون فيها محادثات جنسيه ما بيني وبين بنات او حاجات زي كده تبقى فيها ايه؟ القصه ديت. فاللي خلى الموضوع ده يتدرج
ان المخ دايما بيحب يعلي، ما بيكتفيش باللي كان قبل كده، لا عايز اكتر واكتر واكتر. تمام؟ اخر حاجه من ضمن سمات الادمان بتاعه الاباحيه حاجه اسمها اعراض الانسحاب. يعني انا لو النهارده ما شفتش اباحيه الاقي نفسي متوتر، مخنوق، متعصب، حاجه غلط فيا، مش مركز، مكتئب، واخدين بالكم؟ فكل الحاجات ديت بتبقى من سمات ادمان الاباحيه. اسالكم سؤال بس بعد ما اجاوب على السؤال بتاع بيتر، صح؟ بيسالني دلوقتي بيقول لي العاده الشبابيه دي حرام ولا حلال؟ انتوا رايكم ايه؟ كل اسبوع مصر او طريق ولا لا طريق؟ طب اسال سؤال صغير، هو قبل ما اقول كلمه طريق او لا طريق، الحق اللي انا بعمله ده بعمله ليه؟ برافو عليك، بتبسط صح؟ مش كده؟ حلو قوي. طب سؤال تاني، انا دلوقتي بطلع من فكره ان دلوقتي يريك ولا يريك ولا حرام ولا احنا بنتكلم مع بعض مناقشه منطقيه او موضوعيه. مبسوط، طب هي اي حاجه تبسطني اروح فيها؟ ولا في حاجات لازم اشغل دماغي في الموضوع؟ ماشي انا معاك، على فكره انت لو سالت مدمن مخدرات تقول له انت بتحب المخدرات يقول لك انا بموت في المخدرات، رغم ان هو مبطل لكن يقول لك انا بموت في المخدرات، بس بكره اللي عملته فيا المخدرات، الاثار السلبيه والدمار اللي حصل. نفس الفكره انا معاكم، لو انت قلت لك انت بتتبسط ولا لا وانت بتتفرج على مواد اباحيه بتتبسط جدا، بس خلينا نقول حاجه ان بيحصل افراز حاجه يا بيتر، انت يا بيتر بتسال السؤال هو ده المشاكل ماشي. بص بتفرز ماده في المخ اسمها الدوبامين. تفرز ماده في المخ اسمها ايه؟ احنا في الطبيعي ربنا خلقنا ان يتفرز في دماغنا الدوبامين بكميات معقوله لما ناكل اكله حلوه، لما نطلع خروجه مع اصحابنا، لما نعمل حاجه بنحبها، لما نروح الجيم مش عارف ايه، ده الدوبامين عمل في دماغنا ليه؟ عشان نكرر الموضوع ده ايه؟ تاني. واحده من ضمن الحاجات اللي هي بتعملها المخدرات والاباحيه في المخ ان هي بتخلي المخ يطلق كميه دوبامين مش طبيعيه. فتلاقي نفسك مع الوقت ايه اللي بيحصل؟ ما بقتش تتبسط غير بالشكل ده. ما بتبسطش غير بالعاده الشبابيه او العاده السريه او لما بمارس الموضوع ده. طيب تعالى بقى بيتر سأل سؤال مكمل للسؤال الاولاني. طب ما انا ده ممكن بعمله لغايه لما ربنا بس يكرمني وهتجوز والامور هتبقى زي الفل وربنا هيتوب عليا. انت بتضحك على نفسك، لان خد بالك ناس كتير من المتجوزين ادينا يقول لك انا دي متجوز اهو وبمارس العاده السريه في اليوم اكتر من 3-4 مرات. ليه؟ لان هو عود نفسه على طريقه اللذه دي للنظام. نمره كمان يا بيتر، نمره 2 ان الموضوع ده في حاجه اسمها الانانيه في البحث عن اللذه. فانت اتدربت او اتعودت تتبسط بالشكل الاناني ده او الفردي ده. فلما يبقى في شريك للحياه، لما يبقى في شريك حياتي او زوجه ليا، ايه اللي يحصل؟ انا مش فارق معايا الشريك ده اللي معايا، انا فارق معايا ان انا اللي اعمل ايه؟ اتبسط، ماليش دعوه بقى بغيري. زي واحد متعود ان هو لما يجيب اكل ياكل ملوش دعوه اللي معاه اكل ولا ما اكلش، واخدين بالكم؟ لكن انا المهم انا اكل واتبسط. تمام؟ كمان حاجه ثانيه يا بيتر، في اضرار جسديه. انا مش هقول لك بقى اللي هي تسبب العمى وركبنا تتخلخل ولا تتخلع ولا مش عارف الكلام اللي برضه ده مش منطقي ولا علمي. بس احنا بنقول ايه؟ بيحصل حاجه، برافو عليك، بيحصل حاجه في التركيز، تركيزنا بيقل مع الاباحيه او مع ممارسه العاده الشبابيه. نمره 2 بيحصل حاجه اسمها احتقان في الاوعيه الدمويه اللي بتغذي الاعضاء الجنسيه. فايه اللي بيحصل؟ مع الوقت بتحصل مشاكل في قصه الجواز بقى والعلاقه والخلفه والانجاب. فانا ببقى دلوقتي مبسوط، تمام؟ والاقي بعد شويه الموضوع ايه؟ ياخدني في حته ما كانتش على البال ولا على الخاطر. انا اتبسطت بلذه وقتيه، لكن بعد شويه اقول لكم ازاي بالظبط. كان مثلا عارف عينك لما تاكلك وتحس انت بتيجي بتهرش فيها كده في الاول،
تلاقي نفسك اول فتره كده بتعمل ايه وانت بترش في عينك مبسوط، يعني احساس حلو ان انت في هرشه كده فمريحك، تمام؟ لكن بعد شويه لو سبت نفسك بتورك عينك تخلعك، واخد بالك؟ فانت دلوقتي بتكلم في مش اي انبساط او اي لذه الواحد يجري وراه، واخد بالكم؟ طيب ايه الحاجه اللي بتخلي ان الاباحيه منتشره في وسط الشباب بشكل مش طبيعي؟ البنات. لا مش شماعه نايمان. انا بحب بص على فكره هو البنات ما بيتفرجوش على اباحيه؟ لا بيتفرجوا. ايوه بتتفرج اكتر منك. لا مش اكتر، بس انا بتكلم على فكره انا ايه اللي بيخليني انا كشخص بروح لفكره الاباحيه وبتفرج وانا بزيد في الموضوع، والعدد بتاع الشباب بيبقى كتير قوي بيدخلوا في الاباحيه. ايه اللي بيخلي الموضوع يكتر كده؟ خلي بالكم ان احصائيه اللي دخلوا ادمان الاباحيه يفوق عدد اللي دخلوا ادمان المخدرات باضعاف. ولو انت سالت بين كل 10 اولاد كم واحد فيهم اتفرج؟ 9 من ال10 اتفرجوا. العاشر ده بيبقى ايه؟ يعني هيجي رجله بعد شويه هم العشرة. انا ما بقولش ان احنا ما فيش حد فينا مش ما اتفرجش، بس انا بقول دلوقتي مش عاوزين يشبط فينا قصه المشاهده او الفرجه، لان احنا كلنا اتعرضنا لمشاهده المواد الاباحيه سواء بقصدك او من غير قصدك. بس انا بتكلم هنا عن الادمان. ايه اللي خلى ادمان المواد الاباحيه او الافلام او الصور بتنتشر بشكل خطير؟ برافو. اول نقطه قلت ايه؟ قلت ايه؟ متاحه طول الوقت. حلو. احفظوها معايا زي ما حفظنا كلمه هارد. دول ثلاثه دي متاحه، مجانيه، مجهوله. متاحه طول الوقت، يعني غير ما دوس الزرار اي سيب موقع بحث او محرك بحث تك اجيب اللي انا عايزه. صح ولا غلط؟ في اي وقت وفي اي مكان وفي اي حته. نمره 2 معقوله في السعر او مش مجاني اصلا من غير فلوس، بعكس واحد هيروح يشرب سجاير او مخدرات ولا يدفع فلوس. في جولد ايوه انا معاك ان في حاجات بتدفع لها فلوس، تمام؟ بس تكلفتها مقارنه بالمخدرات اقل، معقوله بالسعر. نمره 3 يا رجاله حاجه اسمها المجهوليه. مجهوله. يعني انت لو انت جبت واحد يعني مثلا عاملين كمين كده مثلا لجنه ونزلوا اساس من الميكروباص يقول لك يلا كل واحد هيعمل تحليل مخدرات، هنقدر بشريط التحليل بتاع المخدرات نطلع مين مدمن مخدرات ومين مش مدمن. لكن انا في شريط تحاليل اقدر اعمله كل واحد فينا يطلع مدمن اباحيه ولا مش مدمن اباحيه. مجهوله صح ولا غلط؟ يبقى متاحه طول الوقت، مجانيه ومجهوله. محدش يعرف. انا ممكن ابقى قاعد نايم قاعد بايت في الكنيسه والاقي نفسي طول الليل خاربها على ايه؟ على بيوتي. صح ولا غلط؟ فمحدش عارف وانا لابس ماسك ان انا حد كويس وجميل وزي الفل والدنيا حلوه، واجي مع نفسي ما حدش عارف انا بعمل ايه. فهي دي اللي بتخليني اتغرس او رجلي تيجي في الموضوع ان محدش يقدر يكشفني. انا ده بيني وبين نفسي. تمام؟ خلاص يا رجاله؟ طيب تعالوا بقى نختم بكام نقطه صغيره عشان اسيبكم وتنطلقوا. الكتاب قال حاجه صريحه: كل من نظر الى امراه ليشتهيها فقد ايه؟ زنى بها. يعني النظره دي اسمها ايه؟ زنا. يعني الاباحيه دي اسمها ايه؟ يعني الاباحيه دي خطيه ولا مش خطيه؟ مش ثقافه يعني، صح؟ ولا ان انا بتدرب عشان الجواز ولا الكلام ده كله، مش كده؟ الكلام ده كلام العالم بيصدره لنا علشان يقدر ضمايرنا، عشان لما امارس الحاجه ديت اقول ايه بيني وبين نفسي؟ يا عمي ده انا بتثقف، ده انا بتعلم، ده مش عارف ايه. الثقافه ليها مصادرها، مش هي دي مصادر الايه؟ الثقافه. فاللي انا عايز اقوله دلوقتي هي فكره ان الاباحيه بدليل بقى يا صديقي ان انت دلوقتي لما تيجي سيادتك تتفرج على حاجه وانت مبسوط وتمارس العاده الشبابيه
بعدها بلحظات تلاقي نفسك دخلت في دايره ذنب او شعور بالذنب مش طبيعي. الاقي نفسي حاسس ان انا ايه اللي انا حببته ده انا لسه مثلا بعترف ولسه انت قلت من شويه لو انا ما عملتش الفن الداخلي ده بيخليني برضه في كتاب برضه وبعد ما اعمل برضه الفن الداخلي ده برضه ليه كتاب. لا انا قلت لا، اعراض الانسحاب بيحصل توتر او نرفزه او ضغط او ان انا حاسس ان انا مش حاسس كويس، واخد بالك؟ لكن في اعراض المشاهده بقى بيبقى حاجه اسمها شعور بالذنب او الخزي. انا حاسس ان انا ضميري امبارح امنتني، لا ده انا مش كويس، انا حد مش حلو، الاقي نفسي اوقات لا انا مش هروح الكنيسه، مش هتناول، مش عارف ايه. وساعات بتيجي شعور ان انا في اي مكان لازم اعملها. برافو عليك. هي دي يا بيتر. بص يا شباب، على فكره انا مبسوط بمشاركتكم والحاجات اللي انتوا بتقولوها دلوقتي هي دي الواقعيه. انا دلوقتي اللي بيتر قاله ده بسبب حاجه اسمها الرغبه الملحه. انا اوقات بقعد مع شباب علشان خاطر يعني نقعد كده زي جلسات فرديه عشان ربنا يدي نعمه ويساعدهم ان هم يطلعوا من دايره الاباحيه والعاده الشبابيه. يقول لي بص يا بيتر، يقول لي انا بشتغل وبشتغل في مكان حلو والاقي نفسي قاعد فاتح اللابتوب في الشغل وايه واتفرج وبعد كده ادخل الحمام امارس العاده الشبابيه في الشغل. وحد في شغله مش قليل، يعني حد في شغله بيشتغل شغلانه حلوه. ايه اللي خلاه وهو في الشغل دخل على المواقع ديت وعمل ده؟ من صغره مؤلف. لا مش بس مؤلف، الرغبه الملحه. زي بالظبط واحد راكب في ميكروباص وراح مطلع من جيبه من علبه السجاير وايه؟ والسيجاره. طب يا عم استنى لما تنزل ويسمع كلمتين بسمين ده، يا عم احنا نفسنا بيتضايق، واحد ممكن يكلمه كلمتين ويتشتم ويسمع كلمتين مالهمش لازمه بسبب رغبه ملحه خليته يعمل ده فين؟ في الميكروباص وسيله المواصلات. ليه؟ طب ما تنزل، تستنى لما تنزل من العربيه. لا هو مش قادر يمنع نفسه بسبب ايه؟ اذا كان حاجه بتزقه زق. واخدين بالكم؟ بسبب الرغبه الملحه دي بتتحول كل واحد فينا بيبقى عامل زي العربيه اللي ماشيه وملقاش دركسيون او فرامل. فانت ماشي عارف ان قدامك حيطه انت هتخبط فيها وفي نفس الوقت مش قادر ايه؟ تمنع نفسك، ماشي في الشط. تمام؟ طب انا دلوقتي من الكلام اكتشفت ان انا واقع في المشكله وعندي مشكله الاباحيه دي، اعمل ايه؟ رقم واحد، اول حاجه لازم اعترف ان انا دي عندي مشكله ومسببه لي حاجات خسائر في حياتي. مسببه لي خسائر في حياتي. اول رقم واحد ان انا اجيب ورقه صغيره كده واكتب فيها ايه الخسائر اللي سببتها لي الاباحيه في حياتي الشخصيه. يعني اقول مثلا انا بقيت بنام متاخر او بسهر طول الليل. بقيت حاسس ان انا كسلان. بقيت حاسس ان انا مش بجيب درجات حلوه في الدروس او في الامتحانات. بقيت حاسس ان انا كل بنت بتكلم معاها بقت عينيا مش طاهره ومش نظيفه في نظرتي ليها، حتى ولو قريبتي او لو اقرب واحده ليا. طول ما انا ماشي شايف البنات زي ما انا بشوفهم فين؟ في الفيديوهات ولا على المواقع. بتتحول ان ببص لكل الناس سواء مين بقى، كل الناس بشوفها بالشكل ده. نمرة 4، بقيت خيالي طول الوقت طول ما انا قاعد دماغي ايه؟ شغال. فبكتب الخسائر دي. بقيت ما بروحش القداسات، ما بقيتش البس شمال زي الاول، بقيت حاسس ان الوقت بيضيع. بكتب الخسائر دي واحطها في ورقه كده واروح مطبقها واحطها في مكان انا بس اللي عارف ايه مكان. ليه بكتب الخسائر؟ عشان لما اجي بعد شويه كل ما دماغي تيجي تدخلني تاني اتصل يا واد ارجع شوف لك حاجه، افكر نفسي انا مش عاوز ارجع للايه؟ للخسائر دي كلها. نمره 2، تعمل حاجه اسمها اقفل الحنفيه. يعني ايه تقفل الحنفيه؟ يعني سيادتك لو انت منزل حاجات داونلود على الموبايل او في هيستوري موجود على اليوتيوب، طبعا لو انت ما بتمسحوش اول باول يعني، تمام؟ وتعمل ايه؟ تروح تعمل كلين لكل الحاجات دي. ولو انت منزل حاجات على الموبايل تمسحها او على اللابتوب او خافي ملفات على الموبايل بتشوفها دي انت بس اللي عارف مكانها تتفرج عليها لوحدك، دي تنضفها. تعمل ايه؟ بتعمل كلين.
نمرة 3 بتعمل حاجة اسمها بتنزل مواقع بتنزل ابلكيشن لحجب المواقع الإباحية. في مثلا برنامج اسمه اكس واتش او برنامج اسمه بلوكر. ممكن ابعت لكم كام اسم كده الابلكيشنات دي مجانيه تحملها على الموبايل، هتساعدك في ان انت يعني تقلل او تعمل حجب للمواقع الاباحيه او الحاجات الاعلانات او الحاجات اللي ممكن تظهر وتخليك وانت بتبحث مش سهل يطلع لك حاجات اباحيه لو انت عايز تساعد نفسك. لكن انا اعرف حد بعد ما ادينا له الابلكيشنات وسطبها على الموبايل يروح يعمل ايه؟ يعمل لها ان انستول، يوقفها شويه، يروح يتفرج ويرجع منزل ده ليه؟ طب احنا بنضحك على روحنا؟ طب ما لا، ما انا لو انا عايز اساعد نفسي يبقى انا هكون امين مع نفسي بان انا ايه؟ انزل البرامج دي. طب والامتناع؟ لا، ما انت هتعرف لو مشيت خطوه خطوه، يعني من خلال جلسات فرديه. في برنامج اسمه برنامج ال 90 يوم، توقف عن الاباحيه في 90 يوم. بيبقى عباره عن زي ايه؟ بتختار حد مرشد او زي موجه او مدرب او كوتش ليك يكون متخصص او شاطر في قصه انه يمشي معاك خطوات ويمشيك حاجه اسمها 90 يوم. 90 توقف عن البرنامج ال 90 يوم، لان انت في خلال 90 يوم بتوقف. طب هل في خلال 90 يوم دول ما يحصلش انتكاسه؟ لا، ممكن. يجي مثلا انا بطلت 6-7 ايام وقعت في النص، فبرجع للكوتش بتاعي او للمشرف اللي معايا اللي بيساعدني ابطل، يقول لي خلاص مش مشكله، دي انتكاسه، هنقوم على طول ونرجع نعد تاني 90 يوم من جديد. تمام؟ في برنامج اسمه ريبوت، لو انت مش عاوز تتكلم مع حد، البرنامج ده ريبوت او برنامج اسمه واعي. البرنامج ده كانه شخص بيمشيك خطوات. النهارده يقول لك مثلا انت هتعمل كذا، هتلعب مثلا 20 مره ضغط مثلا، هتلعب مثلا كذا، بيديك دول في اليوم تمشي عليه بحيث ان انت يملى لك الفراغات اللي انت كنت بتعمل فيها ايه؟ تتصرف فيها. طب اللي بيمارس الرياضه وبيمارس العادي، الرياضه دي يعني برضه حلوه ولا ملهاش فايده بالنسبه لا، ليه؟ برافو. بص يا بيه، انت بتسال اسئله حلوه. هل دلوقتي عشان انا بمارس الرياضه مش بمارس العاده السريه؟ لا، ممكن. بس دايما الاشخاص اللي تلاقيهم حاطين برنامج في يومهم، وانا بروح الجيم مثلا اوقات معينه في الاسبوع مش عارف ايه، وبعمل في البيت مثلا تمارينات كده مع نفسي، هتلاقي وقت الممارسه بتاع العاده الشبابيه او المشاهده الاباحيه اقل من اللي ما بيعملش كده. نمره 2 حد انت قلت لي مثلا، فكرني باسمك معلش. برافو. قال انا بغتل مثلا او بشارك في عادات قدامي، كون ان انا بشارك نفسي في حاجه، انشطه او حاجه فيها مواهب او حاجات بعملها، ده بيقلل من وقت ان انا انغمس فيه في المشاهدات الاباحيه او ممارسه العاده السريه. تمام؟ طب انا نزلت الابلكيشنات وبدات ان انا اشتغل، ابعد عن اي حاجه فيها اثاره. يعني مثلا لو انا دلوقتي مجموعه شباب اصحابي دول لسه واقعين في الموضوع، انا مش هعمل عليهم خادم او ملاك او يا جماعه انتوا لسه واعيين ما تتوبوا بقى ومش عارف. لا، انت صلي لهم ان ربنا زي ما بدا معاك هو كمان يبدا ايه. واحد دلوقتي دخل بدا يبطل سجاير، ما كملش 3-4 ايام سجاير وقعد في وسط 3-4 قاعد يقول لهم نصايح عن الامتناع عن التدخين، بعد نص ساعه مسك سيجاره معاهم وشرب. ليه؟ لان الغلط سهل يجيب رجل الصح معاه، لكن الصح صعب يجيب رجل الغلط. فانت ركز في نفسك. في شباب قاعدين يتكلموا ده انا امبارح شفت فيلم كذا ومش عارف ايه مش عارف إيه. لا، ابعد نفسك عن الاحاديث اللي ممكن تدخلك في الانتكاسه. طب لو وقعت في النص على طول نقوم. في آية حلوة بتقول إيه؟ لا تشمتي بي يا عدوتي إن سقطت فأقوم. تمام. ممكن بقى تبقى تشرك نفسك في خدمة، تحضر اجتماعات، تقول للصوت وأنت نازل افتقاد خدني معاك، تشترك في جيم، تلعب كورة. إيه؟ الحياة الروحية طبعًا. علاقتنا بربنا بتشفينا بشكل كبير جدا من الممارسات الخطر. حتى ولو وقعت سهل اقوم، لكن لو انا بعيد عن ربنا رجلي دي كاني مش متحامي.
الحمايه بتاعتي متحاشة. تمام؟ في حاجه اسمها قاعده الثانيه الواحده. يعني ايه قاعده الثانيه الواحده؟ يوسف لما مرات فوتيفار حاولت توقعه في الخطيه قالها كده قولا واحدا، قال ايه؟ كيف افعل هذا الشر العظيم واخطئ ايه؟ وساب يعني جري منها حتى لو خدت الهدوم بتاعته ساب لها القميص بتاعه جري. فلما تجيلك صوره او اقتراح او بوست معين في الفيسبوك حتى ولو اعلانات عن ملابس بتاعت ملابس داخليه بتاعت بنات مثلا او حاجات زي كده، الحاجات دي ممكن توقعك. اوعى تتفاوض مع الفكره. في اللقطه ممكن توقعك. يعني انت في ثانيه وثانيه تلاقي نفسك ايه؟ دماغك رقبتك جيت على دماغك يعني زي ما بيقولوا. فانت خد اكشن في لحظه يا بيضه، خد اكشن في ثانيه. يعني لما تتعرض عليا حاجه او الفكره تيجي في بالي على طول خد الاكشن، غير مكانك، اطلع اقعد في وسط ناس، سيب الموبايل في مكان واقعد انت في مكان، خد اكشن يخليك تتعامل مع الفكره. طب وانا قاعد في الشارع عملت ايه؟ بطلع من الكيسه كل حاجه طالع في محل على اخر الشارع. عدي من شارع تاني. الشارع كلها فيها. لا مش كل الشارع. ابعد اهو النقطه بتاع رقم 9. البعد عن المثيرات. المثيرات دي ممكن تكون في اماكن بتفكرك بالخطيه او مشاعر زي اللي انا قلتها اللي هي مين شاطر يقولها؟ الاربعه. هارت برافو ايوه. هانجري لونلي تايرد. الاربعه دول لما الاقي نفسي وقع يعني مسيطرين عليا احاول اشغل نفسي باي حاجه. لو انت اللابتوب او الموبايل لما بتنفرد فيه اوضتك اقعد حط اللاب في الصاله او اقعد في وسط وانت بتستخدم الموبايل في وسط اخواتك او في وسط الاسره وهكذا. تمام؟ هبعت لكم البرامج دي مع الخدام على الواتس ويبعتوها لكم بحيث اللي عاوز ينزل البرامج ديت ينزلها. نقول مع بعض الايه دي نختم بيها: استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. قولوها تاني معايا: استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. مش هبطل بسهوله. في الم يبقى في الم، في معاناه يبقى في معاناه، هيبقى في دماغي بتوديني ان انا ارجع تاني ايوه، وهتصارع مع نفسك ايوه هتصارع. بس الموضوع يستاهل ان احنا ناخد خطوه يا شباب، وربنا يدينا نعمه ان النعمه تسندنا. واقول كده تاني نقولها، هي دي الايه دي موجوده في فيليبي 4:13. قولوها انتوا مع نفسكم بقى بس بصوت عالي. استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. لا ده اجتماع سيدات من الدرجه الاولى. انا عايز بقى اجتماع شباب الرجاله يقولوها مع بعض. 1 2 3. استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. لو في حابين اي مساعده او جلسات فرديه او حاجات ممكن نساعد بيها بعض من خلال ان احنا نتواصل برضه من خلال الخدام يتواصلوا معانا، واحنا ممكن نرتب مع بعض في مجهوليه وفي سريه نقدر نساعد بعضينا على ان احنا نخلص من المشكله دي. بشكركم وربنا يديكم نعمه ويحافظ على طهارتنا وقداستنا كلنا بحيث نكون شباب للمسيح طول الوقت. امين.